السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايب مطبخ دودي وماسة، عاملين ايه؟ وحشتونا جدا جدا. ايه رأيكم في القمر اللي قدامكم ده؟ مش هتتخيلوا ده ايه. ده شيش كفتة. بس بدل بقى ما نجيب الستيك بتاعت الشيش طاووق ونقعد نرص الخضار ونقعد نرص الكفتة وياخد مننا وقت ومجهود، انا قررت النهاردة اعمله في بريم. وطلعت النتيجة وهمية، وطريقة ولا أسهل، وواثقة إنك لو جربتيها هتعجبك جدا جدا. تعالي بقى كده ما أقولك أنا عملته إزاي. معايا هنا زي ما انتوا شايفين نص كيلو من اللحم المفروم. اللحم المفروم بتاعنا عادي بنجيبه من الجزار. جبت نص كيلو وحطيت عليه بصلتين اتنين مفرومين ومتصفيين، وحجم البصلاية يكون متوسط، مش كبير ومش صغير. افرمهم فرم ناعم واصفيهم من المية بتاعتهم كويس قوي. وحطيت كمان عليهم 3 معالق بقسماط ناعم. البقسماط ده اللي هو الخبز المطحون. وطبعا ابتديت اتبل شوية ملح وشوية فلفل اسود وشوية بابريكا مدخنة. بس كده، وما حطيتش اي حاجة تاني. وهبتدي اعجن الخليط ده كله مع بعضه لحد ما نسيج اللحمة يبدأ يبان معايا والبصل والتوابل يختفوا تماما جوه اللحمة. كده انا عجنت اللحمة قدامكم، شايفين البصل مش ظاهر، لون اللحمة اتغير شوية عشان البابريكا. ريحتها تحفة. هبتدي بقى ادهن ايدي شوية زيت، واجيب اللحمة اعملها كور متوسطة لكبيرة. يعني تكون متوسطة، حجمها متوسط لكبير نسبيا، ما تبقاش صغيرة. اضغط عليها كده وانا بلفها علشان ما تفكش مني، ان طبعا هزود عليها سوائل وصلصة علشان خاطر تستوي معايا كويس. الف بقى بايدي كده لحد ما اعمل كورة، وعلى قد ما اقدر اخلي الكورات اللي انا بعملها يكون حجمها متساوي. وافضل اعمل فيهم لحد ما اخلص كل الكمية اللي عندي. دهنة الزيت بتخلي عملية تشكيل كرات اللحمة بالنسبة لي أو أي شكل انت هتشكليه أو حابة تعمليه سهلة جدا جدا جدا. كده خلصنا كل الكمية اللي موجودة عندنا بالشكل اللي انتوا شايفينه، حبة ما شاء الله كويسين. بحطهم في صينية على جنب، وبعدين ببتدي اجيب البرام بتاعي اللي هشتغل فيه، او لو انت حابة تشتغلي في صينية اشتغلي في صينية، بس البرام افضل. حطيت فيه ثمرتين اتنين فلفل اخضر متقطعين قطع كبيرة زي ما انتوا شايفين. ونزلت عليهم بثمرتين اتنين من الطماطم. وكل الخضرة بتاعي النهاردة او الخضار بتاعي النهاردة مقطعاه قطع كبيرة. وثمرتين اتنين من الجزر، وده بياخد معانا الطعم في حتة تانية خالص، سواء ضفتيه على منتجات اللحمة او منتجات الفراخ. وهنا بطاطساية واحدة حجمها متوسط. يبقى انا حطيت جزر، طماطم، فلفل اخضر، بطاطس. لو عندك فلفل الوان كمان حطي، انا ما كانش عندي متوفر فحطيت ده فقط. وهقلب الخضار مع بعض كله زي ما انتوا شايفين. طبعا انا بقلب بسباتيولا ناعمه علشان خاطر انا مش عايزه الخضار يفقد السوائل بتاعته دلوقتي، او الطماطم مثلا تتهرس او كده. وهجيب كرات اللحمه عندي وهبتدي ارصها في البريم بنفس الشكل اللي انتوا شايفينه ده. رصيت كرات اللحمه كلها وبقى شكلها خطير كده زي ما انتوا شايفينها. وهنرجع بقى دلوقتي لخطوة مهمة قوي هقولكم عليها. فاكرين البصلتين اللي صفيناهم في أول الحلقة علشان خاطر نحط التفل بتاعهم على الكفتة؟ هجيب طبق فاضي وهحط فيه معلقتين اتنين من معجون الطماطم، الصلصة الجاهزة، ودي المية اللي صفتها من البصل. هنزل بيها على الصلصة، وهنزل عليهم برشة ملح ورشة فلفل اسود. بس كده، مش هحتاج اي حاجة تانية. وهقلبهم كويس جدا جدا لحد ما الصلصة تدوب تماما جوه مية البصل. اوبا، بهدلنا الدنيا، ننضف الدنيا حوالينا وبعدين نرجع نكمل شغل. كده قلبنا الصلصة، شايفين القوام بتاعها قوام تقيل ازاي. انا مش عايزاه قوام خفيف نهائي. وهجيب البرام بتاعي وهبتدي انزل بمعلقة كده على وش الكفتة عشان اوزع الصلصة بتاعتي على الشيش كفتة بتاعتي النهاردة. وبنفس الشكل اللي انتوا شايفينه ده. كده حطيت الصلصة بتاعتي على البرام، وفي الخطوة دي كنت مشغلة الفرن. هدخل البرام على الرف الأوسط درجة حرارة 160
نص ساعة لساعة الا تلت. وخدي الجمال ده، انا ما ولتش عليه من فوق على فكرة، هو احمر لوحده. وبكده وصفتنا النهاردة تبقى خلصت. يا رب تكون عجبتكم ويا رب تكونوا استفدتوا منها. ومن هنا للفيديو الجاي بمشيئته عز وجل اسيبكم في رعاية ربنا وامنه. كانت معاكم غادة سمير من قناة مطبخ دودي ومازة، والسلام عليكم ورحمة الله.